السلام عليكم متابعينا الكرام ومتابعاتنا الكريمات، أسعد الله أوقاتكم وأتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة لتبييض منطقة الإبطين ومناطق أخرى في الجسم بمكونات سهلة وبسيطة، ولا شك أنكم تتوفرون عليها في منازلكم. إذا سنحتاج إلى اللفت حبة واحدة، أنا لدي حبة كبيرة سأستعمل منها النصف فقط، وطبعا حبة بطاطس متوسطة. سأحتاج إلى ملعقة صغيرة من دقيق الذرة الغني بمادة النشا المبيضة، وسأحتاج إلى اليوغورت الطبيعي أو الزبادي حتى يسهل معرفة هذا زبادي طبيعي بدون سكر. إذن لنمر إلى طريقة التحضير. إذن أول شيء سأقوم به هو تنقية اللفت. ثم البطاطس، إذا أخذت نصف كمية اللفت، يعني نصف كمية اللفت أقوم بتقطيعها في خلاط ومطحنة كهربائية حتى يسهل الحصول على خليط متجانس. البطاطس أيضا، سأضيف ملعقة صغيرة من دقيق الذرة واليوغورت الطبيعي، ونقوم بطحنه. إذن هذا هو الماسك الذي حصلنا عليه، الذي سيقوم بتبييض منطقة تحت الإبط وكذلك مناطق أخرى، الركب مثلا، وأي منطقة يوجد بها سواد. إذن هذا هو الماسك، يوضع على المناطق المسودة بهذا الشكل، وخصوصا منطقة الإبط. هو ماسك رائع جدا للتبييض، يحتوي على البطاطس واللفت وكذلك دقيق الذرة الغني جدا بمادة النشا المبيضة بطريقة طبيعية. بهذا الشكل يعمل كماسك ويترك لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. إذا نقوم بعمل هذا الماسك بالتناوب، يعني يوم لا ويوم نعم، وبعد ذلك نقوم بغسله طبعا وترطيب المنطقة، لما لا. إذا هذا هو الماسك المبيض، هو رائع جدا ويبيض بطريقة طبيعية لا تؤذي البشرة. إذا نستمر على هذا الماسك القدر الذي تستطيعون وتظهر لكم فيه النتيجة. إذا أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم ونالت استحسانكم، انشروها بينكم وأخبروا صديقاتكم عنها حتى تعم الفائدة. وإن أردتم الوصفة مكتوبة زوروا موقعنا مفتاح الحياة وكذلك صفحتنا على الفيسبوك. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وإلى اللقاء في وصفات قادمة ومجربة.